السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا ودينا قررنا نعمل معاكم تحدي الكشري. زي ما انتم شايفين كده اكبر طبقين كشري هنعمل عليهم تحدي انا ودينا و... والكسبان هياخد 200 جنيه. يعني اللي هيكسب فينا، اللي هيخلص فينا طبقه هياخد 200 جنيه. الكشري كده زي ما انتم شايفين الاطباق كبيرة جدا. وده يعني عشان التحدي، لكن احنا في العادي مش هنغرف اطباق كبيرة قوي كده. تمام كده. بس زي ما انتم شايفين كده جهزنا الاطباق ونبدأ التحدي معاكم. عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم تحدي الكشري. ده كشري احنا عاملينه في البيت، فقلنا نعمل تحدي عليه انا ودينا، واللي هيكسب هياخد ال 200 جنيه دول. كل واحد دفع 100 جنيه بس اللي هيكسب هياخد ال 200. هنا في دي الصلصه ودي شطه زيت اهي وريتها لكم، ودي الدقه طبعا بتاعه الكشري اللي هي اساس الكشري اصلا. تمام كده. هنقلب الدقه كده. انا معرفش ازاي هنخلص الاطباق دي، بس ايه هنحاول يعني. هنحاول عشان ال 200 جنيه. ايوه بالظبط، هنحاول عشان ال 200 جنيه. لا انت ظالمه. انت قلبك قاسي. انا مش عارفه، ده هرم قدامي. عايزه انت كنت قلبي شويه، حرام عليك. لا، هما التحدي ازاي تقول لي كنت حطيت لنا قليل قليل ليه؟ انا عايزه شطه. خلينا كده في الاول. كان ناقص خالص عشان يبقى يظبط الكلام. خلي الشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ معاكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف. وهنا بقى قلنا نسرع الفيديو شوية عشان ما يطولش عليكم. بس احنا هنا كنا بنحاول اللي يسبق يعني، علشان حد فينا يخلص قبل التاني. احنا كده مسرعين الفيديو، عاملينه على سرعة اعلى علشان ما يطولش عليكم. احنا بناكل وعمالين نضحك لان مش عارفين فعلا هنودي الكمية دي كلها فين، وخصوصا ان انا اصلا حامل وتعبانة وممكن اتعب من اقل حاجة، بس كنت بحاول علشان اكسب التحدي. وفي الاخر هتشوفوا معانا يعني مين اللي كسب، والمنافسة كانت شريفة والله. انا كنت بحاول اقنع نفسي طول الوقت لا ان انا مش هتعب، لاني انا الكشري وحشني جدا وعايزه اكل كشري، لا هاكل كميه كبيره يعني ومش هيهمني. ولكن في الاخر برضو هتشوفوا مين اللي كسب، ومش عايزه احرق لكم الفيديو يعني. بس يلا شجعونا كده عشان نعمل لكم تحديات تانية كتير 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 ان شاء الله الفتره الجايه. احنا بنعمل كذا حاجة على القناة يعني محتوى متنوع، بس لو انتوا حابين نقدم لكم حاجة تحديدا يعني ياريت تقولوا لنا. بس احنا حبينا يعني نخرج برا الروتين والتنظيف والحاجات دي، فقلت اعمل لكم حاجة كده تتسلوا بيها. يا رب يكون الفيديو فعلا سلاكم وعجبكم اهم حاجة. والتحدي يكون عجبكم، وهتشوفوا حصل ايه في الفيديو. بس تابعوا معايا الفيديو للاخر وقولوا لنا ايه رايكم برضو فيه زي ما قلت لكم. وهنا برضو كنا بنتناقش ازاي برضو هنخلص الاطباق، احنا مصرين ازاي هنخلص الاطباق.
هنا بدأت احس بالهزيمة، بدأت احس ان انا عايزة انسحب، بس لا، انا لازم اكمل، انا قدها، انا قد التحدي، فاهمين اللي هو ايه، بضحك على نفسي يعني. بس فايه بحاول استوعب كده ان انا لا مش هتعب، لا هكمل. بس في الاخر ما قدرتش اكمل يعني. هنا طبعا الولاد بيلعبوا حوالينا، فهتشوفوهم كتير يعني، هتشوفوا لقطات كده، رحيم بيعدي، سليم، ايمي وهنا ورنا ورحيم وكلهم كده هيعدوا دلوقتي، وهتشوفوهم بيلعبوا حوالينا يعني. بس ربنا يحفظهم ويحفظ لكم كل اولادكم يا رب، اللهم امين. انا حاجه ماما. دي حبيبي. هنا رحيم ده الصغنون ده اللي بيلعبوا بيه، ده اصغر واحد طبعا. بيلعبوا بيه كلهم، فهتلاقوهم كده داخلين تحت الكنبة، واللي بيشدوه ده رحيم ابني، ودي امي بنت اختي، بنت دينا حبيبتي. دينا دي من احسن الناس يعني، اللي انا اصلا عرفتها في حياتي. بقول لها من خلال الفيديو ده ربنا يخليكي ليا يا دودو، ويديمك كده في حياتي، انتي فعلا ونعمة الصديقة بجد، والله مش كلام، انا فعلا دينا دي يعني ليها معزة خاصة جدا عندي وفي قلبي. بحبك قوي يا دينا. هنا رحيم طبعا ايه لازم يكون ليه لمساته يعني، حتى دلوقتي في المونتاج برضو هتسمعوا صوته كتير، هيبقى ليه لمساته يعني. قدامك يا بابا قدامك يا بابا. هنا بقى بفكر، هتتعبي يا بنتي ولا هتكملي؟ تكسبي التحدي ولا تتعبي لك شويه ومش مشكله يعني، مقابل انك تكسبي التحدي. بس انا زي ما قلت لكم مش عايزه احرق لكم الفيديو، عايزاكم تتفرجوا عليه للاخر، وان شاء الله تستمتعوا بيه وتتسلوا معانا ان شاء الله. انا انسحبت وفاضل لي ايه يعني حبه صغيرين، وانا نفس الكلام. دينا برضو ايه يعني. كده خلاص خلصنا التحدي، نقوم نشيل الاكل ونرجع لكم تاني. تعالى عشان ايه، يلا خش يا سليم، خش يا سليم خلاص. كده خلاص شلنا الاكل وخلصنا التحدي، واللي كسب ال 200 جنيه دينا. عشان انا بصراحه انا اللي انسحبت في الاول. بس وهو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك. يا رب يكون التحدي عجبكم وسلاكم، ولو عجبكم التحدي حطوا اللايك ودعمونا واشتركوا في القناه. وانا الاكل كسبان واللي فاز هي دي، فينا لاني انا انسحبت، احنا اتنين ما قدرناش نكمل عشان الاطباق كانت كبيره شويه. حطينا اطباق عملاقه. بالظبط. ما هو ده التحدي، هو ده التحدي. لا فانا انسحبت الاول، فبالتالي هي اللي كسبت. وكده خلاص يكون خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك، تشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس، وان شاء الله باذن الله هنبقى مع بعضينا ان شاء الله.
ونشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.